حيث أفاد مراسل الجزيرة أن طائرة تابعة للصليب الأحمر تقل نحو 125 أسيرا من جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مطار صنعاء قادمة من مطار عدن. كما وصلت في الوقت نفسه طائرة أخرى تقل 35 من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن قادمة من مطار صنعاء. وتعد هذه الدفعة الأولى من الأسرى والمحتجزين التي يجري تبادلها بين جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية. ومن المقرر أن تقلع رحلتان أخريان لنقل عدد مماثل بعد ظهر اليوم. بدوره قال الصليب الأحمر الدولي في بيان إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بنقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن في إطار عملية إنسانية تستمر ل3 أيام. هذا وأفادت اللجنة أنها تستخدم طائراتها لنقل المحتجزين جوا من وإلى 6 مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية. وأضافت اللجنة الدولية أن عملية الإفراج تأتي نتيجة المحادثات التي اختتمت في 20 من مارس آذار الماضي في مدينة بيرن السويسرية. وأعربت اللجنة الدولية عن أملها في أن تعطي مثل هذه العمليات أن تعطي زخما لحل سياسي أوسع. هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الفريق الحكومي المفاوض بملف المحتجزين أن اليوم الأول من عملية التبادل يشمل تبادل محتجزين عبر مطاري عدن وصنعاء بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي. وبحسب الفريق الحكومي المفاوض فإن اليوم الثاني يشمل تبادل دفعة أخرى من المحتجزين عبر مطارات أبها وصنعاء والرياض والمخا. أما اليوم الثالث فيشمل عملية تبادل عبر مطاري صنعاء وتداوين بمحافظة مأرب بينهم 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام. من جانبه رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غولدنبرغ ببدء صفقة تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن. وقال في بيان إن عملية الإفراج تأتي في وقت يسوده الأمل في اليمن كتذكير بأن الحوار البناء والتسوية المتبادلة كلها أدوات قوية وقادرة على تحقيق نتائج مهمة. هذا وأضاف غولدنبرغ أنه يأمل أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل في اليمن. وحث الأطراف على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا وعلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز وأيضا بالمحاكمة العادلة. متابعة لتبادل المحتجزين معنا من مطار عدن مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، نتابع معك ما رصدته حتى الآن عن انطلاق الطائرات من مطار عدن وكذلك وصول طائرات من صنعاء إلى مطار عدن. نعم، قبل قليل وصلت طائرة تتبع أو يشرف عليها الصليب الأحمر الدولي وعلى متنها 35 من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية، وعلى رأسهم وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وكذلك ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي. هذه هي الدفعة الأولى التي تصل إلى مطار عدن قادمة من صنعاء، وهناك أيضا طائرة أخرى ستصل هذا اليوم تحمل أيضا على متنها 35 من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية. وكذلك أيضا قبل أكثر من ساعة من الآن انطلقت من مطار عدن الدولي طائرة على متنها 125 من الأسرى الحوثيين انطلقت إلى صنعاء وربما قد وصلت الآن إلى صنعاء. أيضا هناك طائرة أخرى أو رحلة أخرى ستحمل على متنها أيضا 124 من الأسرى الحوثيين من مطار عدن إلى مطار صنعاء. هذه هي أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين جماعة أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف من جهة أخرى. هناك صفقات أخرى سابقة، لكن هذه هي الصفقة الأكبر والتي ستكون على مدى 3 أيام، وسيطلق بموجبها قرابة 887 من الأسرى من الطرفين.
هناك أيضا رحلات متبادلة يوم غد السبت، وكذلك بعد غد الأحد، من مطارات صنعاء إلى مطارات الرياض وأبها في السعودية، وكذلك من مطار صنعاء إلى مطار المخا. وأيضا في اليوم الثالث هناك رحلات متبادلة بين مطاري صنعاء ومأرب. هذه كما قلنا هي أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والتحالف من جهة أخرى. شكرا لك من مطار عدن مراسل الجزيرة ياسر حسن.